دي الجامعة البقرة فيها، ودي كمان البلد البقرة فيها. و دانا محمد حسن طالب في تركيا. بس قبل ما نبدأ خليني أختصر لكم الموضوع. قبل سنة ونص كنت قاعد في بيتنا اللي هو في السودان، وجاتني رسالة من ولد خالتي إنه أقدم على تركيا، والصراحة إنه الفكرة عجبتني جدا، فطوالي قمت قدمت على تركيا وجهزت هدومي وحاجاتي واتجهت على تركيا. يلا السلام عليكم، صباح الخير، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. دقيقة يلا السلام عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين. اليوم لي سنة ونص في تركيا، وبدأت محتوى في اليوتيوب انه انشر فيديوهاتي وتجاربي والحياة اللي بجربها هنا في تركيا، حياتي الجامعية كمان. فاليوم باخذكم معي الجامعة، ليتس جو، خلينا نمشي. يوم نزلت ستوريات في حساباتي في السوشيال ميديا، قلت للناس يسألوني في الليلة على أسئلتكم. بعديو قالت لي اللي هو ده، قامت قالت لي صراحة تصويرك رهيب وما شاء الله. الصراحة أنا مبسوط عشان هو عجبكم التصوير والمونتاج، لكن إن شاء الله كل مرة بحاول إنه أتعلم حاجة جديدة وجديدة. إنه الهدف من القناة بتاعتي إنه أحاول أخلي الناس تنبسط. يب. طيب بالنسبة للسؤال اللي بعديه، هل تنصح الدراسة في تركيا؟ وليك كم في تركيا أنت؟ بالنسبة لسؤالك ده اللي هو أول حاجة، أنا لي في تركيا تقريبا زي السنة و5 شهور، ده أول حاجة. وبدرس فيها هندسة مدنية سيفل انجينيرينج، وبدرس بالإنجليزي ما بتركي، لأنه في فرق بين الجامعات التركية إنك تدرس بالجامعة التركية وتدرس باللغة الإنجليزية، في فرق. طيب بالنسبة للجواب للسؤال الثاني، هل تنصح الدراسة فيها؟ لأنه ده واحد من أكثر الأسئلة اللي سألت فيها الصراحة. هل تنصح الدراسة في تركيا؟ هل الناس تجي تركيا؟ أما بالنسبة للجزء الثاني من سؤالك، هل تنصح الدراسة في تركيا؟ أكيد نعم، تعال أوريك ليه. لأن أول شيء تركيا تعد من المدن يعني الجميلة، وممكن الشخص يعني يقدر يدرس فيها. وبالنسبة للطلاب يعني الحاجة دي موفرة لكم شديد، إنك أنت بتقدر تمشي للأماكن السياحية وفيها تخفيضات والحياة دي، وفي نفس الوقت يعني باختصار إنه الجو مساعد جدا، وتعدد المناخات كمان برضو ما ننساها. طيب بالنسبة للسؤال اللي بعديه، كيف تقدر توازن بين الدراسة والتنزيل والمونتاج؟ هو صراحة يعني مبدئيا وده شيء صعب، ما شيء سهل انك تقدر توازن بيناتهم كلهم. يعني بعد مرات الصراحة بدي مونتاج شوية، الدراسة شوية، يعني بحاول انه اوازن بيناتهم، لكن ما بقول لكم انا خلاص بقيت بيرفكت فيهم. يعني الصراحة الموضوع ما سهل، وفي نفس الوقت ما في شيء مستحيل، فليه لا بتقدر توازن. يعني بس كل ما عليك انك تنضبط، تحاول انك تكون منضبط بأي طريقة مهما كانت، فبتقدر، ليه لا. اما بالنسبه للجزء الثاني، هل صارت لك يعني او حصلت لك حاجه مشكله بسبب اليوتيوب وانت بتصور هنا في الجامعه؟ الصراحه لا، ما حصلت لي قبل كده. لا، هم بالعكس، هم ما بيفكروا كده، هم بيفكروا انه انت كده كانك بتروج لهم الدراسه فيها. فانا مستغل النقطه دي جدا، اكسب الحاجه دي، يعني اخلط بيناتهم ميكس كده واقدر اصنع محتوى. يب. وي تعال دي فعاليات اللي لقيناها هنا كده. تعال نزالهم، تعال. هاي، how you doing? Welcome. I'm good. You? Dresden Language School in UK. This UK? Yeah. Studies there, you mean? Actually, I am from Sudan. Countries. I'm just know Khartoum. Khartoum. اوه ايوه خرطوم. I guess so. Is the capital. Is the capital yeah, of. capital. Yeah. اوه ايوه خرطوم والله يا شباب. When you come to Sudan, I will gonna take you. I'm gonna take you guys, both of you, really. When you come I to. will call you. Okay, sure. You have my number already, right? سودان، وخليكم الثقافة انه تنتشر بإذن الله. تمام؟ ورشوز. Have a nice day, guys. طيب بالنسبة للبرنامج ده، يعني دي واحدة برضو من الإيجابيات اللي كلمتك عنها قبالك، اللي هو موضوع إنه الجامعة بتوفر لك فرص، يعني إنك ممكن تمشي تدرس برا. يعني هسي زي البرنامج ده، الشباب اللي قابلناهم اللي هو طلعوا إنهم في الصيف عندهم برنامج جميل، إنه بيخلوا الطلاب
على اساس الانجليزي حقهم الما قوي يمشوا يقووه في بريطانيا، لانه بريطانيا تعتبر كدوله قريبه منهم، بيتيح لك الكورس يعني انك تمشي تقرا كورس هناك وبيسهلوا لك الفيزا بتاعتك. فده كله عامل كم باوند؟ اوف، عامل 1590 باوند. ديم غالي والله، غالي الصراحه، غالي. تصدق دي اول مره ادخل المكان ده اللي هو ده بتاعت الصيدله تقريبا. الصيدله هنا تقريبا هنا الناس اسنان، فما اعرف الصراحه. احنا جازف ندخل فوق، لا ما عاوزين ننطرد الصراحه. فتقريبا هنا اللي هو المستشفى بتكون هنا جوا فوق الدروس. فده ناس اسنان، فما انه اول مره اشوف الحاجه دي، لكن اللي هو واو. ليتس جو. طيب اليوم يا حلوين عندنا شرح على السريع، ما حياخد وقت. انا حابب اطمنكم انه ما حياخد وقت، لانه انتوا زي ما عارفين انه المعلومات بتكون في اي مكان زي ما انتوا عارفين يعني باختصار تقدروا تاخدوها، فيعني ما محتاجه حاجه. دائما شوفوا طبعا بعد كل كلمه لازم تديها الوضعيه دي كده. كان يقول انه الدكتور ده فاهم، يقول انه الدكتور ده ممتاز وشراح وجيد، باختصار ما ختم اي حاجه برضه عشان يظهر عليك شخص محنك يعني. فاهم شيء انه يدك تكون ورا عين كده. طيب بالنسبه للسؤال اللي بعديه، شنو اهدافك والاهداف اللي عاوز تحققها اللي قد؟ الصراحه عندي اهداف كثيره عاوز احققها بالذات في السنه دي. لكن احنا نتكلم من ناحيه اليوتيوب، عاوز احاول اني اوصل لدرع 100,000 ده مبدئيا. ان شاء الله يعني مع مرور الزمن ان شاء الله اشوف القناه قاعد تكبر ونبقى عائله كبيره يعني. طبعا كده نتوسع. برضه كمان نفتح قناه يعني بتاع جيمنج، وقناه بتاعت انه نحكي قصص تجاربي في تركيا والحياه دي ان شاء الله يعني دي اللي قدام. والحياه دي حابب افتحها اول ما نصل المليون ونكبر كده ونبقى يعني حاجه كده واو كده، فهمتوا كيف؟ وما ننسى كمان نحاول نبقى افضل قناه في اليوتيوب ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للسؤال اللي بعديه اللي هو ده، تعلمت تصوير الفيديوهات والإيديت والحاجات دي. الصراحه دي قصه جميله، سؤال جميل. من الاسئله اللي سالت منها كيف تعلمت المونتاج، كيف تعلمت التصوير، كيف تعلمت الحاجات دي. كنت في السودان، كان عندي تليفون صغير ده ايفون 6، هو تليفون صغير كده. وانت يعني انسان بحب التصوير جدا، يعني بحاول اصور اي حاجه، بحاول اني اخذ لقطات جميله وباحترافيه كده، يعني بطريقه السلو موشن والحاجات دي من زمان. يعني انا بعتبر انه ده شغف، حاجه كنت حابب انه اتعلمها مع مرور الزمن. شوف الناس المصورين وكيف بياخذوا لقطات والحياة دي يعني. بالنسبة للمونتاج والحياة دي ما كنت حابب انه اتعمق في موضوع المونتاج. سألت ناس يعني بعرفهم، قاموا قالوا لي حاول انك الفيديوهات اللي بتاخدها والصورة بتاخدها اعمل لها ايديت وعدل دي ومتعدل دي ودخل دي وشيل دي، المهم عليكم بالطويلة. فعملت ميكس بيناتهم كده، فيا هو حاليا ظاهر لكم المحتوى اللي قاعد تشوفه. بالنسبة للسؤال الثاني ده، انت متى قررت انك تبدا رحلة اليوتيوب وعمرك؟ طيب اول حاجة عمري 19، قررت اني ابدا رحلة اليوتيوب اللي هو اول ما وصلت هنا على تركيا، وبديت ابدا فيها ورا يوم لحد يومنا الحاليا ده. فان شاء الله يعني ما حنقف لحد ما نبقى افضل قناة في اليوتيوب ان شاء الله. قدام. فبالنسبة للسؤال اللي بعديه اللي هو ده، فافضل منطقة انت مش هتلاقيها في تركيا شنو؟ الصراحة ما مشيت مناطق كثيرة في تركيا، يعني مشيت مناطق معددة يعني زي 3 ولا 4 مناطق. فمنهم مشيت العاصمة بتاعت تركيا اللي هي أنقرة. كان برضو واحدة من الأهداف إنه أزور جميع المناطق اللي في تركيا بإذن الله. صح ولا ما صح؟ والله طلعت حامل. أيوة إنه أزور جميع المناطق اللي في تركيا، ده واحد برضو من الأهداف اللي هو ما حنساه. ليتس جو. فآخر سؤال، ليه انت قررت انك تجي على تركيا؟ تركيا اول حاجة عشان الجو ده مبدئيا، تمام. الحاجة الثانية برضو خلتني اني اجي على تركيا لانه عندي ناس بعرفهم كتار، او ناس كثيرين بعرفهم قاعدين يدرسون في تركيا، فحبيت انه شنو
اجي ادرس معاهم برضو على اساس اتعرف على ناس تانيين انا في تركيا واحاول اكون علاقات. ولانه هنا برضو تعتبر تركيا مفتاح اوروبا، فده واحد برضو من الاسباب خلاني اجيها. ايوه، وما ننسى رمضان كريم. اي تعال شوف الكلب ده. اوف 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 اوف، ده كلب ولا اسد؟ اسمع بيسوي شيء والله يخوف يا اخي، يخوف يا شباب. هولي مولي شيت، لا تستهبل. ده محمد كاميرا جاي، كاميرا محمد الثاني. طيب كده تعال نزلكم سؤال، رايك شنو في تركيا؟ اسأل. تركيا هي ممتازة، دولة ممتازة جدا، أنا أوكي. عجباني الصراحة، بس هي المشكلة في حتة الإقامات بس مش أكتر. يعني عنصريين باختصار. وانت؟ والله كدولة حلوة، مناظر ونظام وصلات والحياة دي كلها سمحة، لكن الإيجارات كثرة الإيجارات والأوراق المفروض يعني متعبين السكان يعني قصدكم؟ لا. إيه رأيك عن تركيا؟ الصراحة شوف، مبدئيا كده انا كمحمد ما شايف فيها حاجة كعبة. اوكي، ده انا كمحمد ما شايف انه تركيا فيها سلبيات ولا حاجة. الحاجة السلبية ممكن اقول لك الوحدة، ممكن اقول لها انه الشعب ما بيحب يتعامل او معاملتهم بتكون كعبة. لكن كبلد يعني المناخ بتاعه شنو مختلف، ما ثابت على حاجة واحدة. فده رأيي عن تركيا. والشخص اللي بيحب الحاجة دي، حتى برضه المسلسلات والحاجات دي، فالشخص اللي بيحب الحاجة دي تركيا مناسبة. فيو حاليا ناس يجينا البيت، هسي حاليا ناس المجمع لقيتهم انهم عاملين فطور، فقالوا لنا تعالوا الفطور، فراح كنا نمشي مع بعض نشوف الفطور حيكون كيف، فخلينا نمشي نفطر عشان المغرب خلاص باقي له زي 10 دقائق نقدر نمشي نحصل. ليتس جو. ليتس جو. فالفطور تقريبا بيكون جزء منه عربي وجزء منه سوداني وكده، يعني فهمتوا في ميكس كده بين الفطور. فخلينا ننزل تحت نشوف الفطور حيكون شنو. ليتس جو. البيدروم بتاعنا اللي هو ده الطابق تحت، اللي هو الفطور هنا حيكون في المسجد جوا. يعني بوريكم هسه انه خلاص الجوع هسه خلاص جدا، كانه تعبت.